أهلا بكم. لقي شاب يبلغ من العمر حوالي 25 سنة مصرعه على الفور بعدما دهسه صباح اليوم السبت قطار لنقل البضائع كان قادما من مدينة وجدة نحو مدينة الدار البيضاء على مستوى أحد المعابر العشوائية للسكة الحديدية يقع قرب قنطرة بالربحية بالمدخل الشرقي لمدينة قرسيف. هذا الحادث حول جثة الضحية الذي ينحدر من مدينة توريت إلى أشلاء، مرجحة أن يكون الهالك لم يتمكن من سماع صوت قدوم القطار ومنبهه وهو يهم بأمور السكة الحديدية جراء وضعه لسماعات الهاتف على أذنيه. فيما فتحت المصالح الأمنية بمدينة قرسيف تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي للمدينة قصد إخضاعها للإجراءات الطبية المعمول بها في مثل هذه الحالات.